عسلامة. أنا تلميذة نقرا تروازيام سيونس. اليوم باش نحكي لكم على القراية في تونس كيفاش ولات وعلى المعاناة اللي يعاني فيها كل تلميذ. أول حاجة باش نبدا بها هي لومبلوا دو طون. كل أستاذ يحبنا أجور في الماتيريال اللي هو يقرينا فيها، أما هو ناسي اللي احنا نقراو من 8 ل 6 في النهار 5 ماتير، بخلاف السبت والأحد اللي هما ديجا معبيين بالليتيودات. نقراو من 8 ل 6 معناها باش نجم ترقد قبل نص الليل عندك 4 سوايع باش تحضر فيهم درس السيونس، تخدم فيهم ليكزارسيسات نتاع الفيزيك، تخدم فيهم سيري نتاع مات، تراجع فيهم الدروس نتاع التاريخ. اللي انا مش فاهمه، انا ماشيه تروازيام سيونس علاش ندرس طول 2 متر حركه التنوير في القرن الثامن عشر. ولهنا تجي الحاجه الثانيه اللي هي سيستم الحفاظه، كل شيء ولا بالحفاظه، الحفاظه البهيمه نتاع صب صب صب. وليت انا ندخل باش نقرا ساعتين مات، باش نقرا درس جديد كنستنفع بيه. تجي البروفه تمل علينا 50,000 ديفينيسيون، 50,000 تيوري، هكا ساعتين واحنا اكتب اكتب اكتب. وبعد ما تكملك دو شابيتر تقولك ياتيل دي كيستيون بيتو نفهم بالاكزرسيسات. تجي قال شنو باش تصلح لك سيري نتاع مات، تطيح كيف كيف تمل. واحنا كل مطبع نكتب هكا الاكزرسيس وحاس روحك بهيم. ورد بالك نهار الدوفوار تكتب لها ميثود اخرى ولا تفسر لها بطريقتك انت، ولا قرآن يلزم كيما ملت عليك هي بالضبط. صدق الله العظيم. والحاجة الأخرى باش نحكي عليها هي الدوفارات ولي فاكونس والتقسيم العبقري اللي منعرفش منين استمتوه واللي تو انا مازلت مفهمتوش. قالك تقرا 4 جمعة، عندك جمعة فاكونس باش تنحيك ستريس نتاع القرايه وتتفرهد وتتنفس. اما تجي تشوف تلقى الجمعة اللي بعد الفاكونس هذيك عندك نهار 2 دوفار فيزيك، نهار 3 دوفار تاريخ، نهار الخميس دوفار مات، نهار الخميس دوفار انجلي، عبيلك دين. والمشكل مش من الاساتذه، راه جاي يشوف يلقى روحو عنده الجمعة هذيك باش يحط لك فيها 50 مليون دوفوار. تقول لي انت ايش عندك تعمل جمعة كامله برا اقرا طبيعه باش نقرا، على خاطرك الجمعة فاكونس طلعت في الاخر سومين دو ريفيزيون. يعني من الاخر كانك تلميذ في تونس ما عندكش الحق لا باش تتفرد لا باش تحوس لا باش تعمل الحاجه اللي تحبها، كسوا ميوزيك تياتر ولا اللي هي. لازمنا ماكينات 24 على 24 نقرا. كانك حفاظ تسلك امورك تنجح، كانك معمل على سكيم